الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين انه اليوم كان في عندنا نهائي دوري رمضان 2013 في معاوية. للسنة الثانية على التوالي يقام هذا الدوري اللي بيشمل كل فئات المجتمع، كل نسيج اجتماعي بكل معنى الكلمة، بحيث انه الفرق كانت تتكون من كل العائلات. لا فيش فريق بيقدر يكون لاعب من عنده بلا ما يكون من كل العائلات. والنهائي كان في عندنا حتى يعني ازواج اثنين اخو ضد بعض، يعني اولاد عم ضد بعض، اخو ضد بعض. هذا الشيء ساعد الحمد لله على الاجواء في البلد، انه كان في عندنا 10 فرق من كل العائلات، والاجواء كانت جدا رائعه مثل ما شفتوا حتى في النهائي. الحمد لله ربنا اكرمنا ووصلنا النهائي بعد جهد كبير من كل المباريات. كان عندنا 25 مباراه. الدوري نفسه كان بلش قبل رمضان باسبوعين، واحنا تمناه الحمد لله رب العالمين اليوم في النهائي بنص رمضان. الشكر، كل الشكر طبعا لكل واحد شارك بهذا الدوري، اللعيبه بالذات اللي اعطونا احترام وانا اعطيتهم الاحترام في البديل، ولذلك النتائج كانت ايجابيه جدا. الاجواء كانت رائعه جدا، وكلكم كنتوا شاهدين على الاجواء اللي كانت اليوم. والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا في نهائي رائع جدا بين فريقين اللي مستحقين يكونوا في النهائي، فريقين اللي توجن بالفعل في المراتب الاولى في مجموعاتهم، ان كان 10 فرق تقسمين لمجموعتين، 5 فرق وكل مجموعه، كل فريق لعب 4 مباريات. وكان في نصف نهائي فريقين ما خسرنش، حتى في النهائي ما خسرنش، عباره عن خسرنا عن طريق ضربات الحظ، ضربات البنادل، ضربات الجزاء. والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا في نهائي جيد وتكريم رائع، واجواء اعتقد انها كانت جدا رائعه. ان شاء الله ربنا بيعطينا القوه لسنين قادمه انه هذا الدوري يكمل. واكيد يعني الفرحه عندي كبيره جدا، لانه الحمد لله رب العالمين الدوري انتهى وصار الوقت انه نتريح بعد جهد شهر، وان شاء الله ربنا يعطينا القوه ونعمل دوريات ثانيه ان شاء الله تعالى.